الأصدقاء عموما الأربعة هم 4 3 1 2 3 4 زي ما قلت. هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن المسلسل الكوري ويك هيرو كلاس 2 بطل الصف الثاني ضعيف. انا اتكلمت قبل كده على السيزون الاول، هحط لكم برده اللينك في الكومنتات تحت. بما ان السيزون الاول بطل الصف الاول الضعيف والسيزون الثاني بطل الصف الثاني الضعيف، وبيقولوا هيعملوا سيزون ثالث قريب فهيبقى بطل الصف الثالث الضعيف. هنفضل كده معاه لحد ما نطمن على البطل وندخله الكليه ان شاء الله بخير وسلامه من غير اي تنمر ومن غير اي صعوبات في حياته. يلا بينا. المسلسل من بطولة باك جي هون، هو المشترك بين السيزون الأول والسيزون الثاني، وطبعا الأبطال بتوع السيزون الثاني مختلفين عن أبطال السيزون الأول عشان تبقوا برضو عارفين، اللي هم الناس اللي متابعوش المسلسل. يعني هو الوحيد الموجود البطل يعني في السيزون الأول والسيزون الثاني، وهتعرفوا ليه يعني بعدين. كمان المسلسل من بطولة ريون، أتمنى أكون قلت اسمه صح، هو برضو اللي كان في مسلسل البطيخ المتلألئ. هبص هنا في اللاب عشان اقول لكم بقيه الاسماء عشان الاسماء صعبه شويه. من بطوله تشو مين يونغ ولي من جاي ولي جو يونغ وبينارا. اتمنى اكون قلت الاسماء صح، ده لو الاسماء غلط عادي يعني ما تركزوش. فالمسلسل طبعا هتعرفوا بقى ليه القصه متغير، علشان هو من بعد ما نهايه السيزون الاول لما هو راح ينتقم لسوهو اترفد من المدرسه دي، وكل المدارس ما كانش راضيين ياخدوه لحد ما اخيرا اخدته مدرسه بعيده عن المدينه، وهو قعد فيها سنه كامله مش بيحتك بحد وملهوش علاقه بحد ومش عاوز انه يدخل حد حياته عشان ما يحصلش نفس اللي حصل لصاحبه. في السيزون الاولاني ما كانش بيضحك ولا ووحيد وكئيب، ففي السيزون ده الضعف يعني. ف لحد ما يعني ايه يدخل في حياته 3 اصحاب، اللي هو شو من يونغ ولي من جاي وريون. دول هيدخلوا بقى في حياته يقتحموها بقى كده وايه ويدخلوه في مصايب وفي حاجات، وهيبقوا اصحاب. هقول لكم المميزات والسلبيات كالعاده. المميزات طبعا البطل رهيب، تمثيله تحفه كالعاده، وعيونه بتعبر قوي يعني، من الممثلين اللي بيمثلوا بعيونهم ويقدروا ان هم يوصلوا المشهد حتى لو هو ما اتكلمش بيعبر بعيونه. دي حاجه يعني ايه مش اي حد بيعملها الصراحه، فشابوا لي. كمان بقيه الكاست تحفه، عجبوني قوي. ريون دوره ان هو يعني بطل جامد وقوي وبتاع، عامل الدور حلو قوي الصراحه، حبيته. اللي هو اسمه تشو مين يونغ، الصراحة عجبني شخصيته قوي، يعني هتستغربوا تقولوا اشمعنى هو. هقول لكم لان هو اصلا في المسلسل ضعيف خالص، الجبان. فاللي هو الضعيف والجبان ده لما حد من المتنمرين يمسكه بيخضع ليهم، انما هو لا، يعني ما باعش اصحابه كذا مره، كان بينضرب لدرجه ان هو هيموت، ما عمره ما باع حد فيهم، بالعكس واقف جنبهم بيحبهم. فشخصيته الصراحه جميله، اللي هو بالرغم من جبنه وضعفه الا انه وفي، فدي حاجه حلوه يعني. عمل الدور اصلا حلو قوي ولايق عليه، كيوت كده وغلبان في نفسه، حلو. حبيت برضو، ده من الايجابيات برضو عجبتني برضو صحوبيتهم وكده. حبيت قوي كمان الشخصيات مكتوبه حلوه قوي، كل الشخصيات حتى الاشرار يعني. كمان انا جذبني الممثل اللي هو بينارا ده، بيفكرني بالممثل هحط لكم صورته هنا، بالرغم ان انا ما اتفرجتلوش على حاجه، بس لما بشوفه بحس ان في شبه ما بينهم. بس انا جذبني قوي يعني، انا حبيت دوره وتمثيله فيه، كاريزما كده في الدور. وكمان لي جي يونج عامل الدور حلو قوي يعني. انا تقريبا ما شفتلوش حاجه برضو، لا عمل دور الشر حلو يعني. في المسلسلات اللي انا شفت له فيها مشاهد كان عامل الدور فيها طيب، انما هو هنا عامل دور الشر تحفه الصراحه، عجبني تمثيله، كان اضافه برضو كويسه. بالنسبه بقى للسلبيات، هي اول حاجه الاكشن اللي فيها، الضرب فيها بحسه مبالغ فيه يعني مش طبيعي يعني. البطل انضرب كميه ضرب، الواحد لو هو انضرب بنيه او بنيتين بالكتير بيموت يعني، خصوصا ان هو في الاخر في ثانويه يعني وجسمه ضعيف. حتى لو بيتدرب، حتى لو ايه، كميه الضرب اللي هو خدها ويقوم وينضرب ويقوم وينضرب ويقوم وينضرب، دي حاساها اوفر يعني مش طبيعي. مهما كان البني ادم قوي، في اماكن لو انضرب فيها خلاص يعني شكرا بيودع، فانت انضربت كميه ضرب مش طبيعي وبرده بتقوم. وانا الهيرو ما حبيتش اللي هو، ما حسيته ان هو حاجه مش موجوده يعني، حاجه مش طبيعيه. كمان ما ركزوش على صحوبيتهم قوي، برده في السيزون الاول كنت اتكلمت عن ان هو صحوبيتهم كان نفسي يكون فيها مشاهد اكتر، لا هنا بقى
ايه اقل كمان. يعني في السيزون الاول كانوا ورونا العلاقه ما بينهم وكده، انما في السيزون الثاني ما كانش التركيز على علاقتهم ما كانش كبير قد ما كان مشاهد الضرب والاكشن اكتر، فدي حاجه ما حبيتهاش. في حته حرق صغيره، النهايه في الاخر بظهور سوهو ان هو يعني عايش وكده، فده بيدي اصلا لمحه بان في سيزون ثالث بدخول سوهو مع اصحابه الجداد، فكانت دي حاجه حلوه والنهايه كانت ممتازه. ده بس بالنسبه للسلبيات اللي هو حوار الضرب الاوفر، وزي ما قلت لكم برضو المشاهد ما بينهم كان نفسي تكون اكتر من كده، تبين عمق قصتهم اكتر من كده. مش عارفه هي سلبيه ولا لا، بس بالنسبه لي يعني اللي هو بنارة الصراحه يعني كان عاجبني دوره قوي، والشر بتاعه ما كانش اللي هو شر مطلق، يعني ما كانش شر وحش. يعني في ناس كتير كانوا اشرار ونهايته ما كانتش بالنهايه البشعه دي، ففي الاخر اللي هو اصلا كان بيعمل الفلوس كانت بتطلع له من الحاجات الوحشه اللي هو بيعملها، كان بيروح يتبرع بيها للايتام بما انه كان يتيم يعني وكده. فحسيت ان الصراحه نهايته ما كانتش موفقه خالص، فاتمنى لما يجوا يعملوا السيزون الثالث يجيبوه تاني ويعملوا ان هو يعني ايه ما ماتش او عامل خطه او هربان، بحيث ان هم ايه يجيبوه تاني. يعني الصراحه كان عاجبني دوره قوي وكان كاريزما في نفسه كده وحبيته، فما دام حبيته فترجعوه تاني، ما ينفعش. وكمان كنت بحس ان هو بيحب باكو من قلبه، يعني ما كانش بيتمنى له الشر وعاوزه يبقى معاه في الخير والشر وفي كل حته، فكنت حاسه كده يعني. تقييمي للمسلسل 9/10. الجزئين بالنسبة لي حلوين، بس لو هنقارن ما بين الأحداث الجزء الأول والجزء الثاني فالجزء الأولاني أفضل كأحداث وكمشاعر وكده. السيزون الثاني عجبني كإضاءة وتصوير وإخراج، ومكنتش حاسة إن هو كئيب، يعني مكنتش حاسة إن هو كئيب زي السيزون الأول، وممتع برضه في نفس الوقت، فهو برضه حلو. وككاست الجزء الثاني برضه الكاست عجبني قوي في الجزئين الصراحة. يعني الجزء الأول كان الكاست مبدعين، الجزء الثاني برضه مبدعين وكاريزما وحاجات حلوة كده بتحصل. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل اللي انا هنزله. وما تنسوش برضو تكتبوا لي تقييمكم للمسلسل كم من 10، وتقولوا لي لو في مسلسلات عاوزين اتكلم عنها. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.